شي اكتشفت انه انا بحب اليوتيوب، تمام. بس في شغلة في اليوتيوب انا ما برتاح فيها، انه اجلس في البيت وبتكلم. لا، انا بحب اعمل كذا شغلة مع بعض، اللي هي اسوق مثلا هيك واتكلم معاكم، او اعمل لكم ميك اب توتوريال واتكلم معاكم. فبما انه انا اليوم طالعة سولو ديت، انه طالعة هيك مع حالي، بدي اطلع حالي الفف نفسي في المول، اشتري لنفسي ماتشا. maybe I got some things from shopping or something whatever. انه ما بعرف شو، بس انه انا طالعة مع حالي وخلاص. هيك انا اليوم بدي اطلع حالي، تمام. فقلت خليني احكي معاكم في الموضوع اللي انتو شفتوه في عنوان الفيديو، اللي هو العقارات. بما انه انا مستشارة عقارية من 2019 في دبي، اشتغلت مع مطورين كبار في الامارات. لما بقول كبار يعني كبار، يعني حطي اي مطور راح يطلع لك على جوجل مطور من السبعة مطورين الكبار في الامارات، انا اشتغلت على الاقل 5 من السبعة، تمام. ما بدي اذكر طبعا اسامي لانه انا هي صفحة وطويتها. ليش يا فدوى طويتيها؟ وهذا الموضوع راح يجي كله في يعني فيديوهات تانية. انتوا اذا عملتوا لي فولو، عملتوا لي سبسكرايب في قناتي، راح تفهموا ليش طويت هذه الصفحة. نجي هلا لموضوعنا. انا كيف ابتديت اصلا شغلي في العقارات، و some skills اللي لازم تكون عندك عشان تبتدي في مجال العقارات. باي ذا واي بنات، هذا بس اول فيديو في هذه السلسلة، عشان هيك الصوت ما راح يكون بيرفكت لانه ما جبت معي المايك. بس I promise you next video the voice will be amazing، لانه راح احط معي المايك في الشنطة تبعي وتسمعوا الصوت 100%. اوكي so let's start. اول شيء عشان بس نكون احطكم في الصورة انا شو دارسة، عشان يعني انا عارفة في كتير بنات بيتابعوني او راح يتابعوني او راح يطلع لك الفيديو هذا من برا الامارات، فانتي حاطة في بالك بدك تيجي تشتغلي في العقارات، بس عندك سؤال: هدول البنات اللي بيشتغلوا بالعقارات شو دارسين؟ كيف انجليزيتهم؟ هم احسن مني ولا ما احسن مني؟ انا يعني في اسئله كثير راح تجي في بالك، اجت في بالي وفي بالها وفي بالنا كلنا، تمام. فانا راح جاوبك واجيك من الاخير. اول شيء انا دارسه تجاره في المغرب، تمام. جايه بدبلوم تبعي من المغرب اللي هو تجاره بالعربي، بزنس بالانجليزي، وكوميرس بالفرنسي، تمام. انا بتكلم 3 لغات: عربي انجليزي وفرنسي. لما اجيت على دبي طبعا اجيت انا في الاول فيزيت فيزا، انه انا اصلا ما كنت جايه عم دور على شغل ولا شيء، كان عندي ظروف هيك وجيت اتفسح، جيت سياحه. بعدين لما شفت البلد وعجبتني وشفت الناس وشفت كل شيء، جلست تقريبا اسبوعين، تمام. فقلت ليش لا، يعني ليش ما اجرب ادور على شغل واجلس في دبي. فجربت طبعا، جربت، جلست اكثر من تقريبا جلست شهر، جددت الفيزا تبعي، ومن هون ابتديت عم دور على شغل. كيف ابتديت بدور على شغل؟ طبعا لما اجيت انا ما كنت بعرف حدا، زيرو. بس كنت عم بطلع للمولات كتير، يعني كل يوم بصحى بروح اخذ تاكسي، وقتها تاكسي لانه ما كنت عارفه المترو ولا كيف اجيب البطاقه ولا اي شيء، ولا اي شيء ما كنت عارفه، زيرو. فكنت عم بطلع للمولات. كنت اول مول رحت له، انا هلا سايقه ورايحه لهذا المول. It's one of my favorite mall in Dubai actually. It's the closest mall to my heart. صدقوني يعني ما ببالغ بالكلام، بس هذا المول كتير قريب على قلبي، يعني كتير بحبه، بحسه بيتي. هو مول الإمارات. كنت عم روح على هذا المول وعم بدخل. كنت صراحة وقتها جايبة معي مبلغ محترم بالفلوس يعني. فكنت عم بعمل شوبينج، كنت عم بدخل محلات عطور، محلات ميك اب، محلات ملابس. وانا لانه طبيعتي اجتماعيه، يعني انا سهله كيف بيقولوا، يعني سهله اتكلم معاك، يعني دغري فيني ادخل انا وانت في مواضيع، اقابلك في التاكسي، في الباص، او اي مكان عادي، انا وانت ندخل في مواضيع عميقه. فكنت عم بدخل على هذه المحلات
وعم بحكي مع السيلز البنات او الاولاد او الشباب اللي عم يشتغلوا هناك، كيفكم، شو الاخبار، ما بعرف شو، انا بدور على هذا العطر وهيك وهيك وهيك. فكانوا يعني خلاص بدخل انا وياهم في هذه المواضيع، انتي منين، انتي شو، انتي ها، لحد ما خلاص عرفت يعني. يوم ورا يوم كنت عم حسيتها يوم ورا يوم اغنية. خلاص عرفت كيف الموضوع بيصير، انه مثلا لازم لما ادخل على محل اسال بدي المانجر تبعكم، بدي اشتغل، انا عم دور على شغل، انا دارسه تجاره، انا بتكلم عربي وفرنسي وانجليزي. انجليزيتي مو بيرفكت 100%، بس انا دارسه في المدرسه الامريكيه في المغرب، وعندي شهاده يعني. ففهمت. جيت اعبي بنزين. فبعد ما خبرتكم، بعد ما خلص صرت عم بروح على المولات وعم بتعرف على الناس وعم بسألهم انه انا عم دور على شغل، وباخد ارقام الناس وبعطيهم رقمي وهيك يعني. صرت عم بعمل نتوركينج او كونكشنز، تمام. ف من هون لهون صاروا يجوني مثلا عروض اني اشتغل في في مشروع عقارات، في العطور. اول شيء اجاني اشتغل فيه هو العطور، اني ابيع العطور. شفتوا المول لما بتروحوا في بنات بيعطوكم تشموا الورق، هاي انا كنت هيك يعني، هذا العرض اللي اجاني. فكان الراتب كتير قليل يعني، كان بيجيني 2000 1500 1800 درهم، which is ولا شيء يعني بالنسبة لي أنا، ولا شيء. وحتى يعني هي ولا شيء الصراحة يعني. ف لا، وكان شغل من دون لا عقد ولا أي شيء. هاي for special please thank you. فخلاص اجاني اول شيء اشتغل في العطور. اشتغلت صراحة في دبي مول في العطور، في شركات يعني، فهيك بيكونوا محلات بيبيعوا البازار اللي هو السوفونيرز، تمام. وباي ذا واي انا هذه كمان كانت شغلة من الشغلات اللي انا اشتغلتها في المغرب، بس اشتغلتها في المطار. اذا بدكم قصصي في المغرب شو اشتغلت وشو صار معي في المغرب كمان اعطوني، خلوا لي كومنت وبكتب لكم شو صار معي في المغرب يعني كشغل. وبس فاشتغلت في العطور مدة تقريبا شهر، ما كملت حتى شهر. بغير من محل لمحل، بس ما عجبني الموضوع. ليش؟ لأنه أول شي صعب، بتيجي بكير يعني، بتيجي من لما بيفتح المول بتضل لحد ما يقفل المول، ولازم تاكلي من مصروفك وتتغدي من مصروفك يعني، بلس المواصلات. بتاخدي مترو. اكيد البنات هنيك وروني كيف استخدم المترو، قالوا لي لازم تجيبي بطاقة اول شي عشان تقتصدي في موضوع التكاسي وهيك. ف خلاص اخذت البطاقة تبع المترو، صرت عم بستخدم المترو بدل التاكسي والفلوس اللي كنت عم برميهم في التكاسي. هاي نصيحة لكم بنات يعني، لا تعملوا نفسي. لما تجوا أول شي دوروا عليه هي بطاقة المترو. اشتغلت من هون لهون، ما عجبني الموضوع، طلعت. أوكي. وأنا بشتغل عم بتعرف على ناس كمان، لأنه أنا كان عندي هدف إنه ألاقي بوست أو شغل بمرتب يكون عالي، تمام. فكان هذا يمكن بده يخبط سيارتي، مستعجل كتير. فخلينا نشوف شو بيصير. يلا خلصنا بنزين، انا قريبة على المول، لسه قدامي بس 5 دقايق. تمام. بس بنات بعدين لما وانا نفس ما خبرتكم، وانا عم بشتغل عم بتعرف على ناس وعم بقول لهم انه انا عم دور على شغل، انه هذا الشغل انا فيه انا مو مبسوطة، وانه انا دارسة، وانه عندي دبلوم تجارة، وهذا الشغل قليل راتبه يعني، راتب قليل وما بيناسبني، فاذا بتعرفوا حدا هيك يعني، هذا الموضوع اللي انتم اوريدي عارفينه. فمن هون لهون، من هون لهون تعرفت على صبية مغربية هي كمان، اسمها نوال، ما بعرف إذا بتشوف الفيديو ولا لا. كانت كتير حبوبة، كتير طيوبة، قالت لي إنه فيها تساعدني بس أبعت لها السي في تبعي، وإنه إذا عملت سي في محترم يعني بروفيشنال أبعت لها إياه، وهي تعمل لي وهي بتساعدني.
عملت طبعا السي في تبعي، زبطت الامور، حطيت كل شيء الاكسبيرينس في المغرب، وساعدتني، عطت السي في تبعي لحدا يعني بوزيشن كبيرة في شركة من الشركات الكبيرة في تبع العقارات في الإمارات. خلاص بعد تقريبا أسبوعين هيك كلموني الاتش ار إنه أجي أعمل انترفيو. رحت عملت الانترفيو تبعي معه. طبعا كان كتير الموضوع موترني، إنه أنا كيف بدي أقنع شركة نفس هاي، شركة كبيرة عم بحكي، انه انا بدي اشتغل معاكم وانا لسه جايه من شهر للامارات، لسه ما بفرق بين برج خليفه وبرج العرب، ولسه ما حافظه دبي ولا عارفه اي شيء، ولسه يا دوب بتعلم المترو. ويعني في كتير اسئله في بالي انا نفسي مو مقتنعه فيها، كيف بدي اقنعه هو فيني؟ عرفتوا؟ بس الحمد لله عديت على خير نفس ما بيقولوا، واقنعته فيني وقلت له والله شوف انتوا عندكم probation period, you can just try me، يعني ما فيها شيء، انت ما راح تخسر شيء، تمام؟ وانا عندي تارجت، فانا اذا ما عملت اللي علي انت فيك تفنشني عادي. فقنعته يعني بالكلام. طبعا بلس انه عجبته الانجليزية تبعي، وعرف انه عندي سكيلز في السيلز وهيك يعني. خلاص بعدها تقريبا هم تأخروا علي الصراحة كتير إنه يردوا علي، تأخروا لمدة شهر. اوكي، لمدة شهر. بعدين حكوا معي، انا خلاص وقتها كنت فقدت الامل، قلت خلاص ما فيني اجدد كمان فيزا تبعي، هي تاني شهر بدي جدد الفيزا، وعم جدد من فلوسي، عم بدفع اجار البيت او الغرفة. انا كنت ساكنة شيرينج، يعني حتى اكون معاكم صريحة كنت ساكنة شيرينج اللي هي تيجي غرفة مع البنات، فغرفة صغيرة. ف خلاص اتصلوا فيني بعد تقريبا شي شهر، كل شي تمام. اجيت عملت كمان انترفيو مع ما بعرف مين كان، اتش ار او ما بتذكرها، موضوع الشي من 2019 يعني. بس هيك بنات، هذا الاول انترفيو عملته. كنت حتى بتذكر شو كنت لابسه، كنت لابسه بليزر بيضة اشتريتها من سترادي فاريس يمكن، ايوه، ولابسه بنطلون بيج، وكنت لابسه هون يمكن اوف وايت هيك شي، والله عم اتذكر. لا، وكان في شغله كمان، انا شعري وقتها ما كان اسود، كنت صابغه شعري بالجراي، يعني كنت بشكل الصراحه يعني مو مقنع ابدا. هو اوكي، انا وقتها في هذيك اللحظه اوكي كنت يعني واثقه في نفسي، عرفتوا؟ بس انا هلا وعم شوف الصور او عم اتذكر ايش بقول، ليش يا ربي؟ فكنت كتير 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 فخوره الصراحه اني انقبلت معاهم. اشتغلت معاهم مده سنتين، اشتغلت معهم مدة سنتين، وكنت كتير صراحة مبسوطة انه ابتديت معاهم. يعني انا لو رجع بي الزمن ابتدي معاهم ما كنت راح ابتدي معاهم. فالحمد لله كانت من أحسن التجارب تبعي في العقارات كتير، إنه تعلمت معاهم البيزكس تبع العقارات، وإنه كيف لازم تبتدي في المشوار. أنا ما أجيت وكنت سيلز الصراحة، يعني شوفوا في العقارات في بروموتر، في بروموتر، والبروموتر نوعين، بعدين في بوزيشن سيلز، والسيلز كمان انواع، يعني في سيلز، في سينيور مانجر، سينيور سيلز، وفي دايركتور اوف سيلز، وفي بوزيشنز كتير في السيلز. مو اي حدا سيلز فهو واحد يعني، لا، حتى مرتباتنا بتختلف. يعني مرتب السيلز العادي مو هو تبع السينيور، مو هو تبع المانجر، مو هو تبع الدايركتور، يعني بيختلف الموضوع. فأنا لما ابتديت مع هذه الشركة ابتديت كبروموتر، واللي هي بتكون مسوقة، أو اللي هي بتكون الواجهة تبع البراند. بكون في المولات، كان معظم شغلي بيكون في المولات. أنا عم يعني عم يا إما اوت دور يا إما اندور، يعني it's depend on the location. وكنت بروح بكون واقفة وبوزع الفلايرز اللي هم عم بيجوا هيك ورق، وعم بوزعهم على الزباين. وانس انه الزبون يكون مهتم، كنت عم يعني بشرح له طبعا على شو عندنا مشاريع، شو ممكن تستفيدي اذا اشتريت معانا، وليش بدك تستثمر في دبي اصلا.
هذه كانت المهمة تبعي as a first time في العقارات. أنا كنت so proud و I'm still so proud of myself، يعني إنه أنا ابتديت في هذا الستبس. بعدين بعد سنتين من الموضوع هذا، أو من بعد سنتين في الشركة هذه، اجت اللي ما بتتسمى اجت كورونا. اوكي، فلما اجت كورونا شو صار؟ طبعا قفلوا المولات، الاماكن كتير قفلت، ناس كتير ترمنت طلعت من شغلها. فانا كنت من الناس الحمد لله اللي ما ترمنوا، اللي هي ما تفنشوا من شغلهم، يعني I didn't got terminated just in English. ف اشتغلت، كملت شغلي، بس كان هالف سالري، لانه وقتها طبعا كان الموضوع كتير صعب على الشركات انه تدفع لنا الفول سالري. فكانوا اعطونا اوبشن انه يا تكملوا معنا بهالف سالري، يا اما خلص يعني فيكم تمشوا ترجعوا على بلدانكم. انا الصراحه استحملت 3 شهور بالهالف سالري، بس ما كان فيني، حتى انه اجتني صدمه انه كيف انا ممكن يتقفل علي المطار وما فيني اسافر على بلدي، وصدمه. بلس ديروا بالكم بنات، انا لما اجيت على الامارات ما رجعت، يعني انا لما جيت هذاك الشهر اللي هو تورست ما رجعت، خلاص جلست لمده سنتين، يعني كملت سنتين في البلد، ما شفت ماما ولا بابا ولا اهلي ولا رجعت المغرب. فانه اجت كورونا واتقفل علي المطار، هي كانت كارثه بالنسبه لي، في دماغي ما تقبلتها، يعني اجاني يعني نفس ما بتقولوا اكتئاب، انه كيف هيك، انه خلاص انا ما راح اشوف ماما ولا شو. فاجاني افكار كتير سوداويه وسلبيه. بس الحمد لله الحمد لله، وانس انه ابتدت تفتح المطارات، وانس انه فتح المطار، انا اصلا خلاص رحت بدي اقدم استقالتي لاول مره مع هذه الشركه. اول مره ما وافقوا لي على تقديم استقاله، قالوا لي ما فينا، يعني ما فيك تطلعي هلا، لانه عندنا شو بنسموها، يعني انه عندهم نقص في الستاف. اوكي، فما وافقوا لي. فقلت شو بعمل ما بعمل، رحت بعم دور على شغل. فقلت انا شو اكمل في العقارات ولا كفايه هيك؟ شوف الافكار القديمه تبعي. قلت كفايه هيك، خلاص اشتغلت سنتين يعني الحمد لله. لا، وخلال هذه السنتين انا اخذت رخصه، اللي هي رخصه ريرا، اللي عم تاخدوها من دبي لاند ديبارتمنت، عشان تكوني مرخصة انك تبيعي العقارات في الامارات. يعني مو اي شيء، مو اي حيلا اي حدا يجي يبيع عقارات ترى في الامارات، لا، لازم تكوني مرخصة، لانه اذا ما عملتي هذه الرخصة او هذا الامتحان بتتخالفي، في عقوبة، يعني في مخالفة. ما بعرف السعر كم المخالفة، بس انه في مخالفة. فانا كانت عندي هذه الرخصة. بعدين بنات شو صار؟ مدور على شغل. عم اتذكر في كانوا ناس شغالين معي، حكيت لهم انه انا ما بدي كمل وما بعرف شو، قالوا لي والله انت تستاهلي، او يعني هيك شكلك تبع ميك اب، ليش ما تشتغلي في براندات الميك اب سيفورا ما بعرف شو. لانه انا اوريدي، بنات اللي ما بيعرفوني، انا كنت عم دارسه ميك اب في المغرب وعندي دبلوم، وكنت عم بعمل ميك اب للعرايس في البيت، يعني كنت عم بشتغل ادوميسيل، اللي هي هوم سيرفيس في المغرب. فانا ما فكرت فيها الصراحه، فقلت خليني اخذ كورس. اخذت كورس اخذت كورس في الميك اب مع ميك اب ارتست معروفه هون. اذا بدكم كمان فيني اشير معاكم ديتيلز، بس اكتبوا لي كومنت لانه انا بنسى. واخذت كورس، فقلت خليني الكورس تبعي في الامارات بلس الدبلوم تبعي في المغرب ممكن يأهلني انه اشتغل مع براندات هون في الامارات. رحت اول شي للمكان المفضل عندي وعندكم، شو هو؟ طبعا رحت على اول مكان سيفورا. سيفورا مول الامارات. ليش عم بقول لكم انا مول الامارات احسن مول عندي؟ رحت سيفورا مول الامارات، قابلت بنات هونيك، قلت لهم بدي المانجر تبعكم وهيك، قالوا لي هيدا هو. كان في شاب ما بتذكر شو جنسيته بس كان عربي. حكيت معه انه انا عندي هذا الباك جراوند تا 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 كل شيء، بدي اشتغل. قال لي اوكي، خذي الايميل تبعي وبعتي لي السي في تبعك. بعثت لهم السي في وخلاص نسيت الموضوع. بس موضوع تقديم الاستقالة لسه كان في بالي، لأنه أنا خلاص وقفت معي، أو إجت يعني وصلت معي نفس ما بيقولوا إنه خلاص ما بدي أجلس، كان لازم أرجع على المغرب، لازم أشوف ماما. قالوا لي بدنا نعطيك اوبشن إنه unpaid leave،
سافري ما راح ندفع لك، سافري وارجعي عشان يعني ان كيس غيرتي رايك. قلت لهم اوكي موافقه. كان عندي تيكت تبع الطيران، الشركه اللي بتدفع، لانه كملت معهم سنتين دفعوا لي التيكت تبعي وسافرت. رحت على المغرب وخلاص قررت ما راح ارجع على الامارات. هون يعني انا الصراحه قلت خلاص، كنت مشتاقه لبيتنا واهلي وماما واخواني، اختي واخي يعني. فكنت خلاص قلت انا ما بدي ارجع، خلاص انا امدان. جربت وكل شيء تمام والحمد لله. يلا بلا كورونا، بلا يقفلوا علي مطار، بلا هم. وانا جالسه هيك انا واختي، الساعه 11 الظهر بتوقيت المغرب يجيني اتصال من الامارات. مين مين متصل عليه؟ وقف الفيديو واعملي لي كومنت. اتصلت علي سيفورا. اتصلت علي سيفورا بنات، ما صدقت يومها، ما صدقت. كنت كتير 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 مبسوطة، كنت طايرة بالفرحة انه واو، سيفورا حلم اي بنت تشتغل فيها وقتها. الصراحة بحكيكم من زمان اتصلوا فيني ما صدقت. قالت لي انه عندك انترفيو مع الاتش ار وتعالي ما بعرف شو. قلت لها والله انا مو بالامارات حاليا، انا برا الامارات. قالت لي امتى بدك ترجعي؟ قلت لها والله مطوله شوي. قالت لي طيب شو رايك نعمله اونلاين ميتينج؟ قلت لها اوف كورس. خلص اتفقنا على الوقت واليوم والديت وكل شيء. عملت الانترفيو. كان لازم اكون حاطه ميك اب، ولازم يشوفوا طريقتي بالميك اب وانا كيف شكلي وهيك. ف خلص عملت الانترفيو ووافقوا علي الحمد لله. وقتها الصراحة انبسطت كتير. فقلت لهم طيب انا هلا ما انا هلا انا على فيزتي على الشركة الفلانية، فشو المعمول؟ قالوا لي عادي ارجعي الامارات، بس ادخلي وكنسلي الاقامة تبعك، كنسلي معهم يعني قدم استقالتك وكنسلي كل شيء. وانس انه يكنسلوا لك ابعتي لنا الكنسليشن، واحنا راح نقدم لك على فيزا جديده وراح تكوني على فيزا سيفورا. هذا الشيء اللي صار بالضبط. رجعت على الامارات الحمد لله، كل شيء تمام. اشتغلت اسبوعين هيك. اجى مديري كان هو كمان اجازه، اجى قلت له والله انا راح استقيل. قال لي ليش؟ ما بعرف، احنا اعطيناكي اجازه مدفوعه وليش يفت؟ قلت له والله بدي اتزوج. وانا ما كان لازم اجي ولا شيء اصلا وقتها. فقال لي خلص اذا بدك تتزوجي الله يسهل عليكي وما بعرف شو، يلا. خلص وافق لي وطلعت الحمد لله. ورحت على سيفورا، اشتغلت في سيفورا اللي هي في المارينا، فرع المارينا. بس هيك بنات اشتغلت. صراحة كانت فترة من أحسن الفترات في حياتي. اشتغلت في سيفورا لمدة تقريبا 6 شهور. قبل ما أخلص ال6 شهور أول مرة في حياتي تجيني ترمينيشن، إنه انصدمت. ليش؟ شو سويت؟ شو عملت غلط؟ كنت عم بشتغل صح الحمد لله. كانوا عندي زباين بيجوا في سيفورا بيسألوا عني بالاسم. anyways بعد سيفورا شو صار؟ بعد سيفورا قررت اني ارجع العقارات. بعد سيفورا قررت ارجع العقارات وقلت خلاص ما بدي ولا ميك اب ولا اي شيء، انا راح ارجع العقارات. طبعا عشان ارجع العقارات لازم ما ان اعمل داون جريد، لان انا كنت في شركه كبيره، فلازم اروح لشركه كبيره نفسها او ارجع لنفس الشركه. اني ارجع هاي كانت مستحيله، لانه انا اللي قدمت استقالتي، وبدل المره قدمتها 3 مرات نفس ما خبرتكم. فمستحيل ارجع لهديك الشركه، يعني مستحيل يوافقوا، من سابع المستحيلات. اني اروح اشتغل بروكر. اوكي، قلت خليني اجرب، واي نوت. البروكر شركه صغيره، ما كانت شركه كبيره. انا ما كنت حابه اكمل فيها. ليش؟ لانه بدي ارجع مع مطور، ما بدي اكمل مع بروكر. راح اروح لمطور تاني يكون منافس للمطور الاولاني، يعني مع هذه الشركه لمده تقريبا 1.5 سنة. الحمد لله ابتديت اتعلم كيف ابيع، شو لازم اعمل، شو ما لازم اعمل. يعني حصل
حصل لي تطور انه في المبيعات، يعني انسي تماما فقرة او فترة مرحلة البروموترز هاي شيء والسيلز شيء تاني. يعني بعد ما خلص سنة ونص هاي اجت، لما اشتغلت معاهم سنة ونص، هون انا كان 2022 تعرفت على زوجي، وخلاص قررت انه خلاص ارتاح شوي، اخذ بريك واطلع من الشركة. قدمت استقالتي طبعا وتزوجت، خدت تقريبا شي 3 شهور هيك، ورجعت لشركة تانية مطور ثالث. اشتغلت معاهم مدة تقريبا 6 شهور، تقريبا 6 شهور، لحد ما حسيت انه في تغيير في تفكيري. حسيت انه في شي مو طبيعي عم يصير معي. شو في ما في، شو هرمونات، زعل، شوية ترجيع، دوخة. يس، كنت حامل. بعد 6 شهور من زواجي حملت ببنتي الله يحفظها لي. خلاص حملت وقررت اني خلاص بدي اطلع من هذه الشركة، مع انه كانت شركة كتير 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 مهمة في مسيرتي العقارية ومسيرة المهنية تبعي. بس خلاص يعني ما فيني، يعني في وقتها ما كان فيني، كان لازم اجلس في البيت وافكر انا شو عم يصير معي. فقدمت استقالتي وجلست في البيت لحد ما عرفت انه شو هو الحمل وليش وكيف وكل هالاشياء. فالحمد لله كانت فترة صراحة حلوة. اشتغلت، كل شي كان تمام، لحد ما فجأة، ما بدي اقول لكم من دون سابق انذار لانه كان في عندي انذارات كتير بس انا ما كنت عم انتبه إلها، يعني عرفتوا. جاني قطع في الرباط في كتفي اليمين، فكنت ما بقدر انام، ما بقدر اسوق، ما بقدر اركز، كنت دايما معصبة من الألم يعني إلي. بعد ما عملت العملية والحمد لله عدت سنة وانا جالسة في البيت، قررت اني ارجع. كان في لسه شركة، والله العظيم انا اقسم بالله انا هبلة، بس اسمعوا، كان في شركة مطور من اكبر المطورين، صدقوني هذا هلا هو اكبر مطور حاليا، كان لسه ما دخلت عنده، يعني لسه ما اشتغلت معه. فانا كيف ما بنام، عرفتوا، ما فيني انام، بقول كيف هو هذا المطور اللي لسه انا ما اشتغلت معه، كيف لازم يكون عندي في لينكدين، لازم. انا انسانه هيك طموحه وبحب يعني ما انزل الليفل تبعي، عرفتوا. ف استنيت، عطيت لنفسي فترة راحة مدة سنة لحد ما تشافيت من كتفي وصرت بسوق وكل شيء. قلت يلا ليتس جو، بدنا ندخل لهذا المطور. كيف وليش ما بعرف، دخلت. قدمت 3 مرات لدرجة انه ابتديت افقد الامل، بس قلت لا ما راح افقد الامل، انا راح اشتغل عنده. كنت بقول اقسم بالله، بقول بدعي هيك الله، بقول يا رب انا هذا المطور بدي اشتغل عنده حتى لو شهر، انا بس بدي اشتغل عنده، لازم. ليش ما بعرف، كان لازم يتحط عندي في اللينكدين، لازم يتحط عندي في السي في، هيك عناد، انا عنيده. سبحان الله اللي دعيت بيه هو اللي اجاني. دخلت اشتغلت عنده تقريبا شهر وشوي، ما راح تصدقوا بنات، والله العظيم انا ليش عم بحكي لكم قصتي، لانه هذا الاشي اللي بتصير معي ما بتدخل الدماغ. اجاني ديسك في ظهري، والله العظيم ديسك في ظهري. اللي ما بيعرف انه بيكون انزلاق الغضروف. شفتوا العمود الفقري عندنا غضاريف، تمام؟ الغضروف الاخر واحد في الظهر انا صار عندي فيه شوي انزلاق هيك، يعني عوض ما يكون هيك صار عندي هيك. فكنت ما بقدر لا انحني ولا اجلس ولا اي شيء. طبعا هي لحالها هي كمان قصة، عرفتوا. بس خلاص هذا كان اخر مطور اشتغلت معه. الحمد لله انه بعت، شوفوا انا كل هذول المطورين بعت عندهم الحمد لله وعملت معاهم فلوس.
الحمد لله الحمد لله ما شاء الله يعني تبارك الرحمن. هذا آخر واحد اشتغلت معه، حققت هدفي إني حطيته في لينكدين وحطيته في السي في وبعت معه، وبسبب الانزلاق الغضروف اللي اجاني في ظهري والديسك خلاص الدكتور منعني اني اسوق السيارة اصلا، خلاص قدمت استقالتي وطلعت. صراحة اكتر شركة زعلت وانا بقدم استقالتي كان هو صراحة. يعني ليش؟ لأنه ما طولت معه، عشان أكون معكم صراحة ما كملت حتى شهرين، عرفتوا؟ خلاص بس قدمت استقالتي وجلست فترة هيك مع حالي بدي أعرف أنا شو بدي يعني شو بدي. المهم أنا غيرك ما بدي. مهم حطيت في بالي إنه ليش ما أغير الكارير كله. بدي انا شو بدي، انا غيرك ما بدي، شو مهضومي يا حبي يا عمري خليك حادي. مع التوب ديفلوبرز في دبي، وهلا بدك اي والله صدقي ولا ما تصدقي. خلاص انا حسيت نفسي I'm done with it. I'm done with real estate. مو 100% لانه ما بتعرفوا شو الظروف شو بيصير كفدوى. هلا I'm focused totally على اني احول كارير من real estate UGC creators ولا user generated creators. عشان هيك قررت اني ابدا هذه السلسله، اجيبكم شوفوا جبتكم من وين، من 2019 احكي لكم القصه تبعي ومين انا وشو صار معي وشو عشت وشو شفت وشو جربت. عشان هيك اذا في اي بنت مهتمه باليو جي سي راح ابتدي معاها المشوار، واذا في اي بنت مهتمه بالعقارات تسالني على اي شيء في العقارات في الامارات وراح اجاوبها. وبس هيك بنات، اتمنى ما يكون فيديو طويل عليكم، وما تنسوني من لايك وسبسكرايبس وخلوا لي كومنتس، وعندكم اي سؤال خلوا لي اياه في الكومنتس. وباي.